مساء الخير إخواني أخواتي، مرحبا بكم مركز الجسر الإعلامي من خلال هذه الصفحة ديالو شين باسغيل. اليوم كما العادة هذا المركز كيتفاعل مع هموم وقضايا مغاربة العالم خصوصا والمغاربة عموما. من طبيعة الحال ربما غادي يكون الاستثناء أن هذا المركز غادي يعقد لقاء مع منظمي الوقفة الاحتجاجية أو التنديدية بالحكم على الفنان المغربي سعد المجرد. دونك عبدو ربيه اتصل بالمنظمين نظرا لما أثير من القيل والقال على هاد الحكم وهاد الوقفة. وباش نكونوا واضحين، حنا الدور ديالنا هنا وهو محاولة خلخلة الموضوع شوية باش الناس المعارضين هاد الوقفة أو المعارضين ديال التصرفات ديال الفنان أنها توضح لهم الأمور، وفي نفس الوقت الجهة الأخرى توضح لها الأمور. يعني الدور ديالنا وهو خلق واحد النقاش هادف في ظل الاحترام المتبادل ما بين وجهات النظر. دونك كنرحب بالأخت الصديقة رشيدة باب الزين، أخت من بين المنظمين اللي كتمثل الاتحاد الديمقراطي المغربي لحقوق الإنسان. أخت رشيدة كتسمعيني؟ وي، السلام عليكم. تفضلي أخت رشيدة، واحد الكلمة تقديمية. سي حسن، بادئا ببدء شكرا لك على هاد البادرة الطيبة، العفو. وكنشكر الحضور الكريم، يعني متتبعي قناتك. داكور، شكرا أخت رشيدة. كتسمعيني ياك؟ وي، كنسمعك. وي داكور، اوكي. غادي بادئ ببدء غادي نقرا داك لافيش اللي درتو، وهو الاتحاد المغربي الديمقراطي لحقوق الإنسان بالتنسيق مع جمعيات أخرى، يعني جمعيات المجتمع المدني، ينظم وقفة تضامنية مع الفنان المغربي سعد المجرد احتجاجا على الحكم القاسي الصادر في حقه يوم السبت 4 مارس 2023 ساحة الجمهورية بلاس دو لا ريبوبليك ابتداء من الساعة 14h. يعني rassemblement contre le jugement sévère rendu à l'encontre de l'artiste marocain سعد المجرد. أخت رشيدة، مجموعة ديال الناس كيقولوا ودي هذاك إنسان اغتصب وحدة، وبالتالي الحكم ديالو في إطار الحق العام. ما فائدة من هذه الوقفة؟ بالأحرى كنتو تنظموا وقفة مثلا مع الناس ديال معتقلين سياسيين في المغرب ولا بحال هكا. شنو هما الأسباب اللي خلاتكم تقرروا تنظيم هذه الوقفه؟ شنو هما الاسباب زعما باش نقنعوا هذوك الناس اللي كيقول لك ودي هذه الوقفه زعما لا ما يعني ما عندهاش الاهميه ديالها، ام هناك اسباب قويه خلاتكم يعني تنظموا هذه الوقفه؟ بالنسبة للوقفات، حنا كمجتمع مدني أو كمناضلين، حنا ما عندنا حتى شي فرق ما بين ولاد بلادنا. ملي كنشوفوا شي واحد مظلوم تظلم في بعض الأمور، دائما كنتدخلوا. هذا هو المبدأ ديالنا. فيما يخص القضية ديال الاغتصاب. هاد الملف ديال الاغتصاب اصلا. اخت رشيده، مثلا
مثلا مزيان هذه القضيه، معروف عليكم انكم كتدخلوا يعني في جميع الحويجات هنايا. بس في المغرب كاين حالات مشابهه، مثلا بعض الصحفيين في المغرب او مثلا الاخوان ديالنا ديال الريف وهذا، يعني اكيد راه درتوا وقفات يعني مسانده لهم او في المغرب، في في المغرب، المغرب حيت الناس يعني ديال المغرب اه. عندهم اختصاصهم في المغرب، وحنا الناس ديال الخارج عندنا اختصاصنا بالناس اللي كاينه في الخارج. مغاربه وبما مغاربه. ان بما ان سعد المجرد مواطن مغربي وكيتواجد في فرنسا وتحكم عليه في فرنسا، فاحنا جمعيات المجتمع المدني خاصها تخرج في فرنسا. تخي بيان، يعني اللي نفهم من الهضره ديالكم بان هاد الاتحاد اللي والجمعيات اللي معاه داروا وقفه مثلا مسانده ديال الزملاء الصحفيين في المغرب. حنا لا نناقش الاحكام القضائيه، ولكن داروا وقفات يعني تضامنيه مع توفيق بوعشرين، مع الريسوني، مع مجموعه ديال الحوايج، وحتى نفس مثلا المعتقلين السياسيين ديال الريف. هذه مساله مديره نتوما. مادام السعد المجرد كيتواجد هنا في فرنسا، درتوا وقفه هنايا في فرنسا، غديروا وقفه في فرنسا. كتسمعني الاخت رشيده ياك؟ اخت رشيده ربما ما عندهاش اتصال. غير باش نذكر الاخوان اللي التحقوا بنا، الله يخليكم. حنا كنديروا هاد البرامج في فيسبوك، يعني ما كنتظروش ارباح ماديه. حاولوا عافاكم تبارطاجيو هاد اللايف وتلايكيو باش نيفيتيو يعني تو انسيدون من الناس اللي يعني اللي ما كيبغوش هذا النقاش الهادف. طرحت انا سؤال على الاخت رشيده، قلت لها اخت رشيده كتسمعيني؟ طرحت انا سؤال على الاخت. اه، معاك حيت عندي في سميتو كيوصلني تأخير في الصوت. واخا ما جاتك شي مكالمه هذيك على اي حال انا سمعتي جاتني السؤال ديالي؟ مكالمه من الاستاذ المحامي اللي المفروض غادي يكون معنا، وراه هو دابا كيحاول باش يدخل معنا على الخط. داكور اوكي. واخا نعطيو دابا الفرصه، سمعتي؟ لان ربما ما كيعرفش يستعمل هذه الخاصيه ديال ماشي مشكل، ديال غادي ستريم يارد. غادي نلقاو الحل ان شاء الله. غير واش سمعتيني ديك الملاحظات اللي قلت لك؟ ماشي مشكل. وي، ممكن تعاود لي السؤال خويا حسن، الى جات على خاطرك. هو ماشي سؤال، هو غير تاكيد. قلت لك اخت رشيده، يعني نتوما درتوا وقفه هنايا بحكم ان سعد المجرد كاين في فرنسا، يعني اكدتي لي بانكم اكيد قمتوا بوقفات في حالات شبيهه، تم توجيه الاتهام الصحفيين في المغرب يعني بتهم مختلفه، الاغتصاب او ما شابه هذا، وفي نفس الوقت التضامن مع المعتقلين ديال الريف. يعني درتوا هذا الشيء في المغرب، وبالتالي مادام الفنان سعد المجرد هنا كاين في فرنسا، يعني قمتوا بالواجب، غتقوموا بالواجب بمعيه جمعيات اخرى. تماما سي حسن. غير آه. للإضافة فقط. ف... مم. فكيف ما طلعت أنا باش نفسر للناس اللي كانوا باغيين يجي يحضروا معنا، آه. وكنشكرهم بزاف، لأن كانوا ناس بزاف اللي تواصلوا معايا وبغاو آه. يحضروا باش يتضامنوا مع الفنان سعد المجرد، لأن كيشوفوا بأن هذيك التهمة ديال الاغتصاب تهمة ملفقة، على حساب داك الشيء اللي خرج به المحامي ديالو، لان تفتقر الى الركن الى الدلائل الماديه. ف وبالاضافه الى ان الفنان سعد المجرد كما جاء على لسان المحامي ديالو انه لم يعترف ب... ما اعترفش بتهمه الاغتصاب. هو اعترف وباش اعترف تفضلي تفضلي. وي، حيت ما بقيتش كنسمعك مزيان. بالعنف، تبادل العنف بين الطرفين، ولكن مهم. ما اعترفش بتهمة الاغتصاب. لم يعترف بالاغتصاب في غياب كيف ما قلت لك الدليل المادي، وأن المحكمة اعتمدت على القضية ديالو اللي كانت عنده في أمريكا، بحكم أنهم تواصلوا مع الناس ديال أمريكا، واعتمدوا على القضية اللي كانت عنده في المغرب، بحكم أن المغرب قال لك ما عندوش حقوق المرأة وما عندوش حقوق الإنسان. مهم. ف داك علاش قال لك تمت تبرئته
من التهم ديال الاغتصاب. بحال بغاو يديروا لي ديك القضيه ديال العود، انا ما غاديش نفهم اكثر من المحامين في الموضوع، ولكن انا تنقول ما جاء به المحامي ديال سعد المجرد. فهمت. واخا مزيان هادشي اللي كتقولي. دابا غادي ربما الاخ حليم نجيب معنا، كتسمعني؟ كنسمعك استاذ، استاذ. مرحبا بك استاذ حليم نجيب، مرحبا اونفارك معنا، مرحبا بك اخي، مرحبا بك. كتسمع الصوت يكون مسموع؟ مزيان، تخي بيان، السلام مزيان. عليكم استاذ حليم، اهلا وسهلا. رشيدة كي داير؟ لاباس عليك؟ نورتينا، الله يحفظك اخويا شكرا استاذي. جزيلا، شكرا جزيلا ليك والاستاذ اللي تعرفنا به دابا وتشرفنا بارك بالتعرف الله، عليه. مرحبا بك. اذا بقى معنا حنا السيد متر، بقى معنا، غادي يجي الدور ديالك. انا غادي نضيف واحد الحوايج لانه سأمثل وجهة النظر الغائبة. مجموعة ديال المغاربة مناضلين في الساحة، ناس عاديين، كيقولوا ودي هذه قضية حق عام. يعني اشنو بغيتي ديروا بواحد مغتصب، اغتصب وحده، والقضاء الفرنسي على حسب ما كيقولوا قضاء نزيه، حكم الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، حكم الرئيس السابق جاك شيراك، فما بالك بمواطن اجنبي؟ شكون هو هذا المواطن؟ علاش غادي نكبروا المساله، مع العلم انه كانت مساله ديال فيديو موثق بان السيده خارجه. حتى قضيه الاغتصاب، لان كاين بعض الفقهاء ديالنا، وما اكثر هذه القضيه بينات بزاف ديال الفقهاء في المغرب، وهذا التعامل مع قضيه المراه، وهذا يعني هنا راه قضيه المراه هنايا في فرنسا، راه يعني حتى الزوجه ديالك الا رفضات انها تمارس معك وجبرتيها يسمى اغتصاب. يعني ولو غتشدها بيدها بهك، ربما هذه المساله خاضها القضاء وبالتالي حكم عليه. اش كتقولوا في هاد الحوايج لي كونكري؟ زعما كيقول لك القضاء على حسب ما يقال، كيقول ودي القضاء نزيه، ما يمكنش انه هذا القضاء يتورط ويورط يعني الدوله الفرنسيه والحكومه الفرنسيه والتاريخ القضاء ديال القضاء الفرنسي. يعني من نابليون هو اللي دار يعني لو كود سيفيل اكسيتيرا، وغادي يجي مثلا المواطن المغربي سعد المجرد انه يعني غادي يلطخوا مع القضاء. شنو كتقولوا في هاد الحوايج؟ معك الاستاذ نعم. حليم. نعم اخي، الصوت ديالي مسموع؟ مسموع تري بيان. واش سمعتيني ولا لا في السؤال ديالي؟ سمعتك وغادي نقول واحد الكلمه من بعد غادي نحلل هذا الشيء اللي قلتي، لانك اجملت الموضوع. الموضوع الاول اللي خص الناس تسمعوا، انا نحاول ما امكن نتكلم بواحد الاسلوب اللي يقدر يفهمني اي واحد، لان هذا موضوع قانوني في مصطلحات قانونيه ربما الناس ما تفهمهاش، لان كل حاجه خصها شرح عميق. الاولى ملي كنتكلموا عن القضاء او احكام القضاء خصها تكون نهائيه، حائزه لقوه الشيء المقضي. ما يمكن لناش نرتكزوا على حكم ابتدائي ولا حكم استئنافي الا بعد صدور قرار من المجلس الاعلى الفرنسي، محكمه النقد تمثله في المغرب. اذا سعد المجرد هو اثناء المحاكمه، والمحاكمه فيها مراحل عده، وهذه المراحل العده كيكون دائما المتهم يتمتع بقرينه البراءه. والفصل الاول او الماده الاولى من قانون المسطره الجنائيه في جميع الدول في العالم كتقول بان المتهم يبقى بريئا الى ان تثبت ادانته بحكم نهائي حائز لقوه الشيء المقضي. اذا ما يجيش حتى شي واحد يقول لي القضاء الفرنسي حكم. القضاء الفرنسي مازال ما حكمش. هذه مرحله اولى من مراحل التقاضي. كاين مرحله ديال الاستئناف، كاين مرحله ديال مجلس الدوله، ما يسمى بمجلس الدوله في فرنسا، وفي المقابل ديالو عندنا حنا محكمه النقد. اذا الى حدود الساعه الاصل هو البراءه، وحنا ملي نتكلموا في الاصول، ما نتكلموش في رغبات الناس واهواء الناس. استاذ مزيان، غير باش نتفاعل انا وياك شويه، باش الناس كيتبعونا الناس، واكيد هذا البرنامج غادي يشوفوا مجموعه ديال الناس. باش كتقول لي ودي الحكم، يعني راه ما يمكنش، راه الحكم تقدر تو سويت ايتي ريكوبيري بار يعني لي جوندارم. السيد راه بيت راه يدور في هذا في خين هنا في الحبس، دونك راه كاين واحد الحكم راه عرفت اخي. شوف الحكم
والامر، حيت ذاك الحكم راه فيه عده اجزاء. كاين الحكم في الموضوع والحكم في البت في الوضعيه. البت في الوضعيه هي حاله الاعتقال. بعد الحمد لله انا كنعرف سعد المجرد، يعني راجل، يعني ماشي شي واحد اللي غادي يضعف في الحبس ولا غنخمم له في الحبس. سعد راجل، وسعد قادر باش يكون في الفقر وفي الغنى. سعد مربي واحد التربيه ديال انه يقدر يتعشى باي حاجه ويقدر يعيش في النعيم. سعد ما خايفش عليه انا، سعد راجل وغيكون مرتاح جدا لان سعد بريء. لان ملي كنجيو حنا نتضامنوا مع سعد، علاش؟ لانه دائما حط راسك في بلاصه الاخر. حط راسك انت هو سعد، وانت مظلوم وعندك حكم اجراءات كتظن بانها مظلومه، واستنفتي الحكم وكتطلب البراءه ديالك وانت الان في السجن. على الاقل كتمنى ان الناس تعاطف معك. حنا ما كنتعاطفوش مع سعد لانه مغني، لانه مشهور، لانه مغربي، لا. حنا كنتعاطفوا مع القانون، مع الاصل اللي هو البراءه. هذيك المساله اللي استعملت في القانون الفرنسي عندنا حنا النظير ديالها في القانون المغربي، ولكن القانون المغربي هو متطور على القانون الفرنسي لانه كتم في مرحله الاستئناف ماشي في المرحله الابتدائيه. اسمح لي يا استاذ، كتقول القانون المغربي متطور على القانون الفرنسي. نعم، كنقولها من منطق الرجل الدارس للقانون. احنا خدينا من فرنسا مجموعه الامور وطورناها. لان القاضي هو انسان. وملي كنجيو في قانون المسطره الجنائيه المغربيه، الفصل اللي تفعل باش تم الايداع ديال سعد المجرد في السجن في المرحله الابتدائيه ما عندناش بحاله في المغرب، فهمتي؟ الا نادرا محكمه الجنايات في المغرب ما كتلجا لهذه المساله هذه الا نادرا، ملي كيكون واحد الاجماع وكتكون ادله ثابته وكتكون ادله لا تقبل اي تفسير او تاويل. هنا القضاة المغاربه، وانا كنعطيهم شابو هنا في المغرب، ان القضاة المغاربه في المرحله الجنائيه الابتدائيه لا يلجؤون الى هذا الامر الا اذا كان هناك اعتراف او اذا كانت ادله ضامغه يعني بنسبه 100%. هنا ملي كندخل باش ما ندخلش في المحاكمه غنخليها من بعد، بغيت نوضح للناس اللي متبعه هذا اللايف هذا علاش حنا كنتضامنوا مع سعد المجرد. مساله الاغتصاب، وباش ما تجيش الدول الاوروبيه تقول لنا بانها كتدافع على حقوق المراه اكثر منا حنا. الدول الاوروبيه ومنها مشات حتى الدول يعني ديال انجلو ساكسون والولايات المتحده الامريكيه، هي اول دول استعملت المراه كسلعه. هي اول دول استعملت المراه كمانكان. هي اول دول استعملت المراه في الموضوع الجنسي في مجال الاشهار. هي اول دول اللي خلات المراه تتعرى باش دير الاشهار. حنا في العالم الاسلامي وفي العالم العربي حنا كنحترموا المراه اكثر منهم، وهذا موضوع كبير وكبير جدا. بالنسبه للحركات النسائيه المتطرفه اللي كتبغي تحصل على واحد الامتيازات سياسيه، كتحاول ما امكن انها تتصيد قضايا المشاهير، لان راه ما كاينش قضيه سعد المجرد ديال الاغتصاب في فرنسا ما جاولهاش الحركات النسائيه، ولكن قضيه سعد المجرد جاولها الحركات النسائيه باش يحاولوا ما امكن ياخذوا مكاسب. انا ملي كنقول قضيه سعد المجرد بين يدي القضاء والقضاء الفرنسي، ما خصناش دائما نبقاو نشوفوا في فرنسا بانها هي الدوله اللي غتعطينا النموذج. فرنسا فقدت هويتها، فرنسا فقدت حتى تاريخها. حتى القضاء الفرنسي اللي هو كان اول قضاء عطى القضاء الاداري في العالم، القضاء الفرنسي اصبح متاخرا. المانيا فاتتها، جميع الدول فاتت. استاذ حليم كتسمعني ولا لا؟ كنسمعك. واخا الله يخليك. لا حاول تسمع لي شويه لان من قبيله كنعيط لك. مزيان، افكار مهمه. كاين شي افكار يعني الناس غادي يتفقوا معاك، وكاين شي افكار ما يتفقوش معاك. سعد المجرد عنده سوابق في امريكا، وعنده سوابق يعني مجموعه ديال هادشي اللي باين. وهنا السيده الضحيه يعني بلغه القانون الضحيه
الضحيه اللي كانت معاه في المحكمه، انا استعمل لغه حكم قضائي، وبالتالي حنا يعني فيكتيم. قالت ودي بان اتصلوا بها مجموعه ديال المغربيات، وبان على حساب لسانها هي لسانها قالت لك ودي عارفه المغرب ما كاين لا قضاء ما كاين لا حكم، وكاينه قضيه المراه حقوق المراه مهضومه. الدليل على ذلك بان واحد المواطنه مغربيه فرنسيه من اصل مغربي تعرضات على حساب القول ديالها، وانا انقل باش الناس ما يديوش على هضرتي، انا غير انقل واطرح اسئله، بانها التجأت للمحكمه وتم الضغط عليها من اجل سحب الشكايه، وبان في امريكا الضحيه ديالو في امريكا يعني تم الهروب ديالو من امريكا، وبالتالي هي تعاطفت مع هاد الناس، وبالتالي مثلت هذه المرأة هاد السيده مثلت الضحايا ديال المفروضين ديال سعد المجرد. هذه ما قال على لسانها. مساله اخرى استاذ، وهنا ما غاديش نكون متفق معك، القضاء الفرنسي عنده تاريخ، يعني من نابليون هذا يعني عاوتاني ما يمكنش نبالغوا نقولوا القضاء الفرنسي بحال المغربي وهذا اللي حنا تراجع مؤخرا. غير انا نطرح لك سؤال، انا فهمت حنا عارفين البيرو غطاه، فهمتيني يعني ما القضاء المغربي ولا القضاء الفرنسي المهم انا لا ادافع انا لا أدافع لا هنا ما عنديش مشكل. حتى القضاء الفرنسي غادي ما غنقولوش نزيه 100%، ولكن نزيه بالمقارنه مع اخي غير سمح لي وغادي نقاطعك كنقطه نظام. تفضل. موضوع الشكايات هو موضوع حساس. حكا سعد شاكين به 5 البنات، ما يمكنش هاد 5 البنات كلهم كذبوا عليه. هذا المنطق هذا هو منطق لا علاقه له بالقانون. علاش؟ لان السوابق بالمفهوم القانوني هي الشكايات اللي تحولت الى ادانه وتحولت الى احكام نهائيه. حيت الا مشينا بهذا المنطق هذا نقدروا نجيبوا حنا واحد المية ديال البنات ونقولوا لهم عافاكم ديروا شكايات بواحد الشخص، وبالتالي نمشيو ونتهموه. حيت الحريه واحد المفهوم خصك تعرفوه في القانون الجنائي. القانون الجنائي هو صراع بين الحريه ديال المواطن مع السلطه التي تطبق القانون. حريه المواطن كتكون في كفه، والنيابه العامه كتكون في كفه. النيابه العامه عندها جميع السبل والوسائل واللوجيستيك باش تثبت عليك انت واحد الدليل. خص الدليل يكون دليل قاطع لا يقبل تفسيرا او تاويلا، هذا حسب اجتهادات ديال المحاكم النقد في العالم بما فيهم مجلس الاعلى الفرنسي. ملي كنجي انا لا غير باش نوضح هذه النقطه الله يخليك. انا نعطيك باش نتفاعل انا وياك. غنقولوا اش كاتبي وحده في الولايات المتحده الامريكيه، ياك؟ واش كاتبي وحده في الدار البيضاء، واش كاتبي وحده في سانت تروبي، واش كاتبي هادي، ياك؟ وهاد السيده جات كتمثلهم. زعما هاد السيده هادي واصله بها الدرجه ديال النوبل ديال انها جات تاخذ حقوق الضحايا الاخرين، ياك؟ واخا هذا الا مشيتي قريتي في الايديولوجيا ديال الحركات النسائيه، هذه هي الايديولوجيا ديالهم. كل امراه كتعتبر نفسها بانها خلقت لتدافع عن جميع النساء في العالم. انا كنقول لك واحد المساله، بان الشكايات حتى النيابه العامه في المحكمه اللي كان كيدوز فيها سعد المجرد، وكيل الدوله او بروكيرور اللي كاين تما ديال لا ريبوبليك، حنا عندنا دي روا وما عندهم لا ريبوبليك، كان خصو يرفض الاستماع او الاستدلال باي شكايه اذا لم تكن قد تحولت الى حكم نهائي، لان فيها تاثير على القضاء. وباش انا كنقول لك معلومات يا استاذ، باش نعطيك معلومات غير واحد بين قوسين للافاده. هنا بفرنسا عدد القاضيات اكبر بكبير من عدد القضاة. الدليل على ذلك في لي كونكور ديال القضاة في ليكول دو ماجستراتور لا ماجستراتور في بوردو، الاسئله اللي كتعطى يعني لي زوم لي غارسون كتكون سهله على لي فام، لان كاين نومبر كبير ديال لي فام. وبالتالي هاد اللجنه اللي كانت، لان الحكم القضائي راه لجنه 7 سوايع هما كيناقشوا هذه معلومات باش نعطيهم. شكون الاغلبيه فيهم كانوا عيالات،
من طبيعه المراه تتضامن مع المراه، وبالتالي هذا الحكم يعني ما نقولوش بانه كاين فيه واحد النوع من النزاهه وهذا، لانه كيكون نقاش يعني بارول كونتر بارول. دونك هذه غير اونتر بارونتيز. مي استاذ نطرح لك واحد السؤال، بالله عليك هاد الناس كيدافعوا على البراءه ديال سعد المجرد، واش مثلا لو كانت الاخت ديالو ولا شي قريبته وقع عليها هاد الشيء كيف يكون الرد؟ الله يخليك استاذي، انا غادي نتكلم ونحط الامور في نطاقها الصحيح. قد يعتبر البعض باننا كندافعوا على المجرد بحال احنا ضد المراه ومع الاغتصاب. انا كنقول لك واحد المساله، سواء كانت بنتي ياك ولا حفيدتي ولا اختي ولا الوالده ديالي، هذا الشيء ما غاديش يغير الفكره ديالي على واحد الواقع كاين. كاين حركات نسائيه، كاين الحركات ديال المثليين كذلك اللي ولات طاغيه ولات عندها سلطه وسطوه حتى في الاتحاد الاوروبي، لدرجه انك في المانيا كتشوف عالم المثليين اكثر ما كتشوف عالم المانيا. انا كنقول لك بانه ملي كنجيو حنا نحاكموا سعد المجرد، انا ماشي كندافع على سعد المجرد مهما فعل. شي سعد المجرد من ناحيه قانونيه، سعد المجرد الا فعلا دار شي حاجه انا نطلب له اقصى العقوبه، ولاني انا كنبه ان سعد المجرد ما دار والو. باش عرفتي؟ لا ماشي قلت ما دار والو، انا ما كنهضرش دار ولا ما دارش. شوف لا دابا انا ما عنديش، شوف انا ما عنديش الحق نحكم عليه ولا على المشتكيه. نعم. انا كنتكلم على الملابسات المحيطه بالقضيه. نعم. اما شنو وقع بيناتهم، شنو وقع في لا شومبر، هذاك الشيء انا غادي نتسلسل في هذا، وصبر عليا واحد شويه وغادي تسمع واحد الكلام طيب. صافي باش نعطيو الكلمه للاخت رشيده. ماشي مشكل، خليه هو باش يشرح لنا من الجانب القانوني. انا ما عنديش فكره على الجانب القانوني. بالنسبه لهيئه المحلفين اللي كانت حاضره واللي خدات قرار تقريبا بالاجماع، هيئه المحلفين في فرنسا كينظمها قانون. هذا القانون شنو كيقول؟ كيقول بان المحامي ديال سعد والمحامي ديال لورا ياك والقاضي من حقهم يستجوبوهم باش يعرفوا واش هاد الناس هادو محايدين، ناس طبيعيين عاديين ما عندهمش افكار مسبقه ولا عندهم افكار مسبقه. 1 2 من بين الشروط في هيئه المحلفين الا يكونوا مطلعين على الاخبار المتعلقه بالقضيه باش ما يتاثروش بالاعلام ولا بوسائل التواصل الاجتماعي، وهذا امر مستحيل وقوعه. ملي كنجيو كنشوفوا حنا الفضاء العام العالمي، جوج ديال الحركات الان في السبعينات والثمانينات كنا كنعرفوا الحركات القوميه، في الستينات والخمسينات كانت الحركات التحرريه. الان كاين جوج حركات اللي كيتحركوا، كاين الحركه النسائيه والحركه المثليين، هما اللي اقوى. كان واحد الوقت بانوا النازيين الجدد العنصريين وغلبات عليهم القوانين بعد ما خرجت القوانين ديال الارهاب، ولكن ولات عندنا جوج ديال الحركات في العالم سيطروا على العالم الغربي ودخلوا للعالم العربي والعالم الافريقي. هاد الحركات باش يسجلوا نقط، اسمعني مزيان انا معك استاذ، خصهم البوز القضائي. شنو هو البوز القضائي؟ وانه ناس مشاهير، خصنا ناس مشاهير اللي نحاولوا نستثمروا القضيه ديالهم في الدفاع على الايديولوجيا ديال الحركات ديالنا. ما عندهمش غرض بسعد المجرد دار ولا ما دارش. وكنقول بان هذوك الحركات النسائيه ماشي الناس اللي كيدافعوا على حقوق المراه، باش ما ياخذش شي واحد كلامي على هذا. انا من المدافعين على حقوق المراه، لان المراه امي ومراتي وبنتي واختي. الحركات النسائيه غير اسمع معايا استاذ ماهر، باش ما يكونش النقاش ديالنا نظري، فهمتيني؟ ما يكونش لان الوقت قصير. هذا الشيء مزيان، ولكن انا انا نحط غير في الاطار وغنمشي للتطبيقي نيشان ياك. ولكن هذه السيده راه امراه، هذه السيده لغه حتى هي راه امراه. شي لغه الا عرفت انا من خلال ملابسه انها كانت مظلومه، غنكون انا اشد المعارضين لسعد ولا غيره.
عرفتي ما مظلومينش. غير خليني دابا نقول لك، انا باقي قلت لك انا ما يمكنليش ندخل في تفاصيل اللي القضاء هو اللي وضع يده عليها، ولكن نتكلم لك. غنتكلمك من الناحيه الانسانيه، الناحيه البشريه، الناحيه الهرمونيه، ياك؟ غنتكلموا. عندنا واحد الفودات ستار، اي بنت في العالم كتخلص السهره ديالو وكتدخل ب 24 ساعه باش تشد المقعد الامامي باش تشوفه. الا خدات معاه سيلفي كتحتفظ به العمر كله كما لو انها حققت انجاز. شخص مجرد كتلاقاه انت راجل كتحس براسك بانك حققتي انجاز، فما بالك بالفتيات اللي في السن ديالو، علما انه بوغوس زوين غزال سبورتيف، يعني كل ما يمثله الرجوله والفحوله، بالاضافه للشهره وبالاضافه للمال. واخا هاد السيد هذا مني غيجي هو غيوقع له اتصال وغيمشي غيجلس بحالو بحالنا كاملين كنديروا هاد الشيء، غيمشي غيجلس غيتلقى واحد البنت فين؟ ما تلقاهاش في قيصريه، ما تلقاهاش في واحد وي اون بوات دو نوي. اون بوات دو نوي، وحنا كنعرفوا شنو هي اون بوات دو نوي. هاد البنت هادي قالت بان مشات للبوات دو نوي وما هزاش الفلوس، يعني من النوع اللي كتمشي تجلس كتسايل شكون يخلص عليها، ياك؟ دخل هو على اساس انهم دخل تما، تلاقى ديك السيده، جلسوا شربوا، ياك؟ داروا شنو داروا، عرض عليها تمشي معاه لا شومبر. دابا حنا بشر، ياك؟ حنا ما كنهضروش مع اكسترا تيريستر، حنا بشر، انا راجل وانت راجل، ياك؟ اختي رشيده هي مراه، وهاد الناس المتابعين فيهم الرجال والنساء. عرضت انا على واحد البنت قلت لها تمشي معايا لا شومبر. علاش؟ شربنا في الديسكوتيك وغنطلعوا لا شومبر. علاش غنطلعوا لا شومبر؟ واش غدير معايا انترفيو؟ لا بلاتي يا استاذ، لا غير خليك معايا دابا كنهضر. لا كنتكلم معاك في البراتيك بلاتي. انا نوصل معاك المفهوم الاغتصاب في القانون الفرنسي. استاذ ندخل معاك التنشئه الاجتماعيه. حنا كمجتمع عربي كاين بعض الحوايج راه تنصرى هذا الشيء عندهم. شوف شيكو كان شي شمكار. شوف اخي الله يحفظك خليني نكمل هذه المساله. شيكو كان شي واحد من دوك الرومانوس، ولا كان شي واحد ما عنده ما يكسب ومشات معاه لا شومبر، كان يعطيه قتله العصا وما كانش يشكي بيه حتى ما عندنا ما تصور موراه. هذاك راه سعيد المجرد. انا غير خليني نعطيك. مشات معايا لا شومبر. دابا انا هو سعيد المجرد، انا كنتكلم، انا غنمشي غنجلس في واحد الديسكوتيك، غتعجبني واحد البنت درت معاها، غنشربوا شويه ديال الشراب، غنقول لها طلعي معايا لا شومبر. شنو غطلع تصب لي حوايج؟ شنو غطلع غتكتب لي روايه؟ غنطلعوا نمارسوا الجنس، ياك؟ ملي كنهضروا في الاغتصاب وملي كتكون واحد السيده ما عندهاش فكره الجنس اصلا في دماغها، وانت كتجي كتخرج لها كالشيطان تريد ان تمارس معها الجنس وهي اعتبرتك كصديق، هذه مشات معاك لا شومبر في حاله سكر. واخا طلعنا لا شومبر، دخلنا، حيدنا حوايجنا، حيدت لي هي الحوايج، ياك؟ مارسنا القبل، تمتعنا مع بعضياتنا، ياك؟ شويه دارت له الفخ، تعمدات انها تركز على الهرمون وعلى الطبيعه البشريه ديال ان الانسان ملي كيكون اون تران اصافي راه حنا كنمارسو، راه حنا اون في لامور. شويه وصلت لواحد الدرجه اللي كتعرف فيها بان الراجل كيكون ضعيف، قمشاتو ودفعاتو، هو بدون سواء تكلم سواء ما تكلمش الجواب ديالو كان واضح. اش جايه ديري عندي هنا في لا شومبر؟ واش جايين هنايا نديروا صدقه؟ جايين نقراو القران؟ راه جايين نعصوا الله؟ واخا استاذ مني وقع، شوف خليني، مني وقع الخلاف. والله خليك، لا غير نحطك في الصوره. لا انا عارف الصوره، انا لا نكمل غير هذه الصوره، ونمشيو للمحكمه. يلا كمل الصوره، لان عندي شي حوايج ما خصناش ندوزهم هكا. بلاتي خرجات هي حلت الباب، نزلات كتغوت، ياك؟ من حقها تغوت. خرج هو، مني خرج هو ندم على النهار اللي تلاقاه فيه، بدا كيقول له بودي بلا ما تعيطوا للبوليس. علاش؟ الا كانت هذه غير واحد السيده تلقيتها في الديسكوتيك وطلعت معايا لا شومبر، نقادوا الامور هنا. انا واحد الشخص سميتي ما خصهاش تخرج، ماشي على ود الحبس، على ود صورته
سعد المجرد ماشي هو انا استاذ الله انا يخليك. لا لا، انا كنت بلا استاذ خالد غير خليني. ولا انا راه قلتي بزاف ديال الحوايج، لان كاين الناس كيكتبوا دي كومونتير وكيتوا انت وجدت لهذا الموضوع مزيان. شوف واخا دابا هادشي اللي كتقول صحيح، غير باش نجاوب الاخوان كيقول واش كنتي معاهم وهذا، هادشي ما جاء على لسانها، هادشي كامل اللي قلتي هي اعترفت به، ولكن انا ما كنتكلمش من راسي، انا كنقول شنو قالت هي. هي شنو هادشي صحيح، هادشي تقال هي معترفه بهادشي كامل اللي قلتي، ولكن هنا غندوي واحد المساله فيما يخص التنشئه الاجتماعيه، وهي راه عمليه الاغتصاب. حنا مثلا كمجتمع عربي الاغتصاب هو راه يعني كنتحرج نهضر في هذه الحوايج، ولكن على اي حال مساله الاغتصاب وهي كتكون واحد العمليه ديال الممارسه الجنسيه بقوه. هنا في فرنسا في اوروبا ماشي بقوه، باكراه كونترا اكراه. هنا في المجتمعات الاوروبيه او في الدول الاوروبيه، يعني لا شديتيها لوحده جريتيها من كتفها من كتفها هكا يسمى اغتصاب. لا 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 شوف الممارسه كاين فيها حتى ديك الاساليب اللي فيها العصا، كاين اللي كتبغي تاكل العصا عاد تبارك. لا هو ان السيده ما عندهاش فكره ديال الجنس وانت فرضتي عليها الجنس. انا كنتكلمك على ليدي، علاش طالعه للشومبر شي كون كانت طالعه تصور معاه. استاذ اسمح لي عاد الله يخليك خليني باش نوضحوا شي امور وباش تعطي رايك فيها. هنا راه ماشي مشكل تمشي معاك لا شومبر وتطلع معاك وتجلس معاك وكنتحرج نهضر في هذا الموضوع، وميم انها تنعس بجنبك يعني بدون ثياب عادي، هذه مساله عاديه. لينا كنهضرك يعني المجتمعات الاوروبيه، ولكن اذا الراجل خصو يولي دميه جنسيه باش ما يمشيش الحبس. فوالا اكزا. اذا راه هنا مجتمعات فرنسيه، اذا والا الواحد اللي ما بغيش يرضى لنفسه هذا الشيء يهز حوايجه وما يجيش لهاد البلاد، فهمتيني؟ شوف اخي انت صحفي ياك، انت صحفي وفرنسا غتمشي تقلب على ملفات ديال الاغتصاب بفرنسا وغتاخذ الاحكام ديالها وغتلقى بان ماشي هذا هو المنطق الذي استعمل دائما. سعد المجرد بغض النظر شوف استاذ هادشي انا متفق معاك بغض النظر. شوف انا كنقول لك اودي اشنو كاين، راه كما قلت في الاول كيقول لك اودي القضاء غير نازي في فرنسا، انا قلت نازي الى حد ما، ماشي نازي 100%، نازي الى حد 100%. النزاهه عند الله. لا يتسع المجال باش نذكروا بعض الملفات اللي ما كان فيها القضاء ماشي نازيه وهذا، ولكن اتونسيون القضاء الفرنسي نازيه بالمقارنه مع دول اخرى وغادي نسد القوس هنا غير باش نرجع لك عمليه الاغتصاب راه ماشي كما يتخيل عندنا حنا كمغاربه بانه خص تكون واحد الاكراه ولا قوه وتكون عمليه فيزيائيه، فهمتيني؟ يعني استاذي الله يخليك نقطه نظام. انا دابا انا رجل قانون. القانون الجنائي هو الذي يحدد الافعال المجرمه قانونا، ومني كيقول بان عمليه القتل هي ازهاق الروح او عمليه الاغتصاب هي كذا، خصنا نمشيو نرجعوا للنص الجنائي ياك. ما نبقاوش حنا اللي غنحدوا شنو هو الاغتصاب ولا فرنسا شنو كتقول الاغتصاب. غنمشيو للقانون الجنائي لوا بينال، يعني غنمشيو نشوفوا الماده اللي كتقول ما هو الاغتصاب، تعريف الاغتصاب، ديفينيسيون ديال الاغتصاب. كنجيو الاغتصاب شنو هو؟ لغه هو اكراه الشخصي على ان يقوم بشيء لا يريد ان يقوم به. ملي كنمشيو للاغتصاب الجنسي الاغتصاب او الغصب الجنسي هو ان واحد السيده ما عندهاش فكره ممارسه الجنس اصلا وانت تغصبها على ممارسه الجنس. يعني عندك واحد الخدامه جايه مسكينه تسيق الدار، هي على اساس غتسيق الدار وغتخلص وتولي انت غادي ليها. واحد السيده جايه دير معك انترفيو شويه تقول لها نصلي حوايجك، يعني تكون هي النيه ديالها اصلا لم تكن متجهه الى ممارسه الجنس وانت فرضتي عليها اما عن طريق التهديد. خلي غير ما تقاطعنيش الله يخليك، انا كنتكلم بشكل قانوني. اما عن طريق التهديد، شوف اما عن طريق التهديد
ومنين نتكلم معك انا بقضيه ديال من الناحيه القانونيه والنص القانوني، كيفاش كيوقع الاغتصاب بالمفهوم ديال القانون الجنائي؟ هو واحد السيده باش تغصبها انت على ممارسه الجنس كتكون هي اصلا غير راغبه في ممارسته، لا من حيث القبل لا من حيث اي حاجه. كيفاش تجي تنعس حداك عريانه وهي ما باغيش تمارس الجنس؟ شنو كتمارس؟ تطبيب جايه تدوز ليك. اذا شنو هو؟ حنا خصنا ننطلقوا انه اثناء العمليه الجنسيه قررت هي التوقف وهو لم يقرر ذلك، ياك؟ هنا القانون الفرنسي ممكن يختلف على القانون في دول اخرى ويقول ودي بانه اثناء الممارسه الجنسيه انه الرجل مني كيوصل لذاك الاحماء وديك النشوه وطلب الوصول للنشوه الكبرى، تجي السيده وتقول له توقف، ياك؟ هنا ممكن ان القانون الفرنسي اذا تكلم على هذه النقطه هذه نقولوا ودي بان الراجل كان خصو يتوقف. انا كنقول لك هذه المساله هذه يمكن ان تطبق في الحالات العاديه. انا كنقول لك سعد المجرد ما كنهضرش انا على لاكت اللي وقع في بيت النعاس، كنهضر على كيف تم استدراجه للوقوع في هذا الامر. نيمار لاعب ديال باريس سان جيرمان، جات معاه وحده كانت النيه ديالها استدراجه، لحسن حظه كانت عنده كاميرا، هي كتضربه باش يضربها وهو كيدفعها برجله. هذاك الفيديو ديال نيمار هو اللي عطاه البراءه، هي كتضربه كتقول له ضربني باش نمشي نشكي بيك. اكثر من هذا الشيء هذا كامل. البارح انا كنت عند شوف تي في بنهار، شوف وجهت رساله، اسمع، وجهت رساله قلت لهم جميع الناس اللي هزوا العلم الوطني يتوقعوا هجوم. انا كنعرف فرنسا وكي كدير تفكر فرنسا. قضيه سعد المجرد هذا كلام ما يحيد له حتى واحد. سعد المجرد كان مستهدفا عده مرات، ونقول لك واحد المساله بان كاين مافيات. ما كنهضرش على سعد المجرد وقضيه لورا، ولكن كنهضر عموما. كاين مافيات اللي ولات كتستعمل بنات الليل، والبنات غزالات زوينات كيستعملوهم في تصوير الناس والحصول على فيديوهات والابتزاز، ولعل قضيه حمزه مونبيبي راه عرفتو وقضايا اخرى. تصنت استاذ اسمح لي غير الوقت عافاك. شوف معنا السي محمد العلاوي، ناشط حقوقي ونقابي هنا في فرنسا. واحد السؤال هو طرحه هنا في الكومونتير، ما عرفتش واش كتشوفوا ولا لا. انا درتو كما كندير لي زوت كومونتير، نقرا لك. لماذا هذا الكم الهائل من المغاربه يدافع عن هذا الشخص المجرد من الاخلاق وهم يعلمون انه مجرم الحق العام؟ بالمقابل هناك صحفيون ومعتقلو الراي قد زج بهم في السجون ظلما ولم تحرك هذه الزعنفه ساكنا. شكون قال لي شكون قال لي احنا ما حركناش ساكنه؟ اختي رشيده نكمل لكم عافا، نكمل ونعطيكم كمل التعليق ديالو احتراما له. لا نددت بهذه المحاكمه التعسفيه، كيف يمكن ان تخرج علينا هنا بفرنسا هيئه مندده بالحكم الصادر في حق المجرد من الحياه؟ او الشيء الذي يزيد الطين بالله هو ان اكثر المدافعين عنه من النساء. اظن ان كل من يدافع عن هذا المريض فهو من اهل الدياته. انتهى كلام سي محمد العلاوي. شكرا السي محمد العلاوي. حنا من اهل الدياته. اختي رشيده وهذا ماشي موضوعنا اخويا حسن. اختي رشيده تفضل استاذ. اختي رشيده حنايا المعتقلين السياسيين ماشي موضوعنا. راني متوقف في الطريق، يعني صايق ومتوقف على ودكم. انا غادي نجاوب السي العلاوي بكل احترام، وغيكون هو نهايه ديال المداخله ديالي. السي العلاوي بارك الله انت فاعل حقوقي، مرحبا. ولكن خويا العلاوي انت قلتي بان سعد المجرد مجرد من الاخلاق وحكمتي عليه. ماشي اسلوب ديال ماشي اسلوب حقوقيين بعدا هذا. لا تاخذي الكلمه وعبر غير خليني نقول لك. انا نهضر قانونيا. سعد المجرد ملي حكمت عليه المحكمه الابتدائيه الجنائيه قالت له عندك حق في الاستئناف. وي الاصل والماده الاولى من القانون ديال المسطره الجنائيه الفرنسيه والمغربي كذلك كيقول بان الاصل البراءه ولا يمكن ادانه شخص الا بعد صدور
حكم النهائي لقوه الشيء المقضي. السي نعم. محمد العلوي حكم على سعد المجرد بانه مجرد من الاخلاق، وحكم عليه بانه اغتصب. الا كنت يا سيدي محمد العلوي كلامك صحيح، خص المحكمه الابتدائيه ما كانش تعطيه الاستئناف، وخص القانون الفرنسي يسالي. سيدي محمد العلوي من حقك انك انه لم يدعي انه حقوق، انه نقابي نقابي. سي محمد السي النقابي، م. واحتراماتي للنقابيين لان كيقوموا بواحد الدور لا مثيل له. الا جيتي انت سي محمد العلوي حكمتي عليه دابا، هذيك محكمه الاستئناف علاش غتنظر في القضيه ديالو؟ المحكمه العليا علاش غتنظر في القضيه ديالو؟ والسي محمد العلوي حكام عليه وقال لك راه مجرد اخلاق ومغتصب، وعلاش كتدافعوا عليه؟ حنا كنتكلموا بشكل قانوني. استاذ نجيب الله يخليك، الوقت عارف صراحه مداخله قيمه، وكيبقى راي، راه ماشي راي ديال كاين بزاف الناس راك متبع السي نجيب، متبع شنو واقع لي ديبا في المغرب على هذا الموضوع. كيبقى راي ديال الاخوان والاخوات راي يحترم وفيه نقاش. حنا ما نبغيو حتى شي مغربي للضرر، يعني ما نبغوش واحد الكلمه للسي محمد العلوي. سي محمد العلوي، حنا نتضامن دائما مع جميع المظلومين، اكيد، وكنقولوا دائما ان الاصل هو البراءه، وجميع الحقوقيين منهم جميع المعتقلين، سواء المعتقلين ما يعرف بمعتقلين سياسيين ديال حراك الريف، سواء الصحفيين منهم بوعشرين منهم الراضي منهم، حنا نتعاطف مع الجميع. علاش؟ بغينا بلادنا تكون احسن. شنو الموقف ديالك من لي 3 جورناليست في المغرب اللي معتقل، الرادي والريسوني وبوعشرين؟ واش غنقولهم بعجاله. توفيق بوعشرين ظلم، اول شخص تفعل في حقه الفصل ديال التجاره في البشر، علما ان توفيق بوعشرين لم يكن يتاجر في بشر. توفيق بوعشرين حكم على ارائه، وكانت عنده علاقات رضائيه مع ناس بكل رضا. ثاني حاجه، المهزله اللي وقعات في المحاكمه الريسوني والراضي ما رضيناش بها جميعا، وكنقولوا بانه ماشي الدوله كدوله هي اللي كانت في هذا الشيء، ولكن كاينين الناس اللي هما خبثاء اللي هما كيجريو في هذه الامور ويستغلون القضاء بواحد الشكل ديال انهم كيجيبوا ملف جاهز امام القضاء، والقاضي يحكم بما امامه من اوراق وليس بما يعلم. وانا كنظن بان حتى القضاة اللي حكموا على هاد الناس كانوا يعلمون بان هناك مؤامرات ضدهم، الا ان الوثائق التي ادرجت امامهم كانت كافيه لادانتهم. كانوا اناس منهم الناس الفاسدون في المغرب، هناك مجموعه من الفاسدين اللي انخرطوا في السياسه ودخلوا في الاحزاب ولاو كيحاربوا دائما الكلمه الحره، وهذا الكلام كنقوله وانا كندافع على جميع الصحفيين والحقوقيين واصحاب الكلمه الحره واصحاب التدوينات. وكذلك سعد المجرد انا كندافع عليه. علاش؟ لانه يكفي ان سعد المجرد مواجه من طرف النيابه العامه، مواجه بزاف ديال الامور اللي ما تخادش في حقه. على الاقل حنا مغاربه نبينوا التضامن مع ولد بلادنا. والى ادانه الفرنسي، اذا ادانه القضاء الفرنسي بحكم النهائي حائز لقوه الشيء المقضي، انا اول من سيقول بانه من حق القضاء الفرنسي ان يعاقبك ودوز العقوبه ديالك، وغنكون انا اول شخص يحترم راي القضاء، ولاني بعد صدور حكم نهائي حائز لقوه الشيء المقضي. سي نجيب، ما سخيناش بك غير نذكر الاخوان، لان الاخوان والاخوات سي نجيب راه واقف حد يعني واقف الطريق غير باش يشارك معنا. صراحه شكرا جزيلا على المشاركه وعلى الايضاحات والاسئله اللي طرحت لك سي نجيب، ما هي انا نقلت يعني اللي دايره في الشارع المغربي سواء هنا بفرنسا او بالمغرب. كذلك اخي، انا الجواب ديالي كان بناء على المعطيات اللي اشتمل الملف، ماشي زدت من راسي، وغندوز واحد الكلمه شكر. بارك الله فيك. وي، حيت كاين واحد المجموعه ديال الامور خص الناس تعرفها. واحد المجموعه ديال النساء فاضلات مغربيات في الخارج وكذلك في المغرب وكذلك رجال
وعلى رأس الرجال الأستاذ رشيد الإدريسي مقدم البرامج المحترم. وي وي لن أنسى ديك الوقفة ديال الراجل المغربي الحرة واللي كيبحث وكيبذل مجهود. كنشكر الأخت رشيدة باب الزين. الله يبارك فيك أستاذ. شكر موصول كذلك الأخت ليلى، وشكر موصول كذلك المجموعة الأخوات ما بغيتش نذكر الأسماء ديالهم اللي هما مستعدين أنهم يقدموا الغالي والنفيس من أجل الدفاع على هذا الوطن وعلى رموز هذا الوطن. أكيد. سعد المجرد شي ديك الأغاني ديالو راه ماشي ديالو، ديالنا، تراثنا، ثقافتنا، تقاليدنا. سعد المجرد هو ينقل عنا تراثنا من خلال صوته. مني كنقول لكم انا كنحب سعد المجرد لان سعد المجرد نقل تراث بلدي، سعد المجرد نقل الدارجه المغربيه الى العالم. وكنقول لك بانه الناس اللي واقفه الان مع سعد المجرد والحمله ديال التضامن ستتدحرج ككره الثلج وغتكبر ان شاء الله وغادي تشوفوها. وبالنسبه للوقفه اللي كانوا باغيين يديروها الاخوه والاخوات والجمعيات تقرر تأجيلها لإيقاف هذا اللغط الواقعي ما بين هل الوقفة في مصلحة سعد المجرد أم في غير مصلحته. أنا أقول في مصلحته، ولكن اللغط ليس في مصلحته. وأنا مع الرأي ديال الأخت رشيدة التي قررت تأجيل الوقفة، وكان قرارا حكيما من طرفها. كنشكرك أختي رشيدة. أجل الوقفة إلى أن تتبين الأمور وإلى أن نجد صيتا وصوتا من المغاربه. ولدنا سعد في جميع الاحوال، ولدنا سعد. سي نجيب شكرا على المشاركه وعلى هذه المداخله القيمه، والاراء ديالك تحترم. فعلا شكرا استاذي الفاضل. وغادي نعطيو، لان ما عطيتش الاخت رشيده لان الاخ رشيد الاخ حليم واقف في هذه البلاصه، دونك كوني اوبليجي نعطيوه الوقت الكافي. وشكرا لك والى اللقاء ان شاء الله. وغادي شكرا جزيلا. انا نتبع معكم حليم. نتبع معكم الله. شكرا اختي رشيده. شكرا بارك الله فيك. نتمنى تكون استحملتيني شويه في بالعكس والله العظيم ما شرفتموني بهذا اللقاء، واخا انا في الطريق وهذا، ولاني والله العظيم اتشرف دائما بلقائكم. وكونوا على يقين هذا الكلام كنقوله من القلب. ان اخطانا فلنا اجر، وان اصبنا فلنا اجران. هذا هو ما كاين. شكرا، مع السلامه. شكرا، بارك الله. اخت رشيده الكلمه لك. شنو هذا الشيء هو فعلا اخويا حسن، هو الاستاذ حليم وفى وكفى. يعني ما بقاتش عندي شي حاجه غنزيدها غير ان الوقفه تم تاجيلها كيف ما قال الاستاذ حليم نظرا للغط والاختلاف في وجهات النظر والانقسام اللي ممكن يوقع، وما بغيناش القضيه يكون عليها اختلاف حتى تتضح الامور والصوره. وإلا كاين شي مبرر نديروا الوقفه اللي ما فيه اللي ما زعما فيه الصالح ديال سعد المجرد. هادشي اللي كاين. نعم اوكي. دونك الى ما كانت شي اضافه غادي نوضعوا نهايه البرنامج. اخواني اخواتي الله يجازيكم بخير. ما تنسوش انكم تبارطاجيو هذا اللايف لما فيه الفائده. أقول لكم شكرا على المتابعة وعلى المساهمة وعلى الدعم. تحياتي لكن ولكم، وإلى اللقاء إن شاء الله في لقاء مقبل على مركز الجسر الإعلامي. الإخوان والأخوات اللي ما عندهمش فيسبوك راه غنتيليشارجي في يوتيوب وغادي نديرو في لاباج وغادي نرسلوا للإخوان والأخوات اللي ما عندهمش فيسبوك. تحياتي لكن ولكم وإلى اللقاء. شكرا الأخت رشيدة. شكرا أخي حسن، وتحياتي سواء للمعارضين ولا المؤيدين. أنا اللي كيهمني بلادي. أنا كندافع على بلادي. علاش؟ لأنني كنشوف بأن المغرب كيتعرض لواحد الهجوم. كنشوف المغرب كيتعرض للهجوم لأن المغرب ما قدروش عليه سياسيا، ولكن بداو كيهاجموه من طرف النجوم، يعني من طرف الفنانين المشهورين سواء رياضيين أو مغنيين. وراك عرفتي ما حتى حكيمي، حتى أشرف حكيمي الخلوق، الرجل الخلوق، الرجل المتدين،
الرجل المسلم هما كيكرهوا هاد الخصله. هذه هي الخصله اللي كيحاربوا فيها همايا، وراه تبين لك غير من خلال السجدات اللي وقعات في مباريات كأس العالم. يعني هذيك السجده تثير غضبهم، هما في حرب، داخلين في حرب على الإسلام وعلى المسلمين. فبداو بسعد مجرد وغاديين بشويه بشويه تدريجيا. ف هادشي ما غنتقبلوش، وحنا دائما خاصنا نهزو الدرابو ديال بلادنا، وبلادنا عندها سيادة الحمد لله، وعندنا ملك، وعندنا مؤسسات، وحتى شي واحد ما غادي يتجرأ نعم، شكرا أختي رشيدة، شكرا يستهدف. لكم إخواني أخواتي على المتابعة والمساهمة. ما تنسوش تبارطاجيو هذا اللايف والاشتراك والمساهمة في الصفحة. إلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله. مع السلامة. تحياتي السلام عليكم. مع السلامة.